سبحان من تفرد بالملكوت فهو الملك لا إله سواه، وتفرد بالوحدانية فهو الواحد لا أحد سواه. نادى في ملكه قائلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا إلهي سألناك وأنت خير مسؤول، ودعوناك وأنت المجيب. يا إلهي قرأنا في أسمائك فأنت الرقيب وأنت الحبيب، وأنت يا إلهي على كل شيء قدير. تعلم ما لا نعلم وأنت بكل شيء عليم، وتقدر على ما لا نقدر عليه وأنت على كل شيء قدير، وترى ما لا نراه بأعيننا وأنت يا إلهي البصير. تدبر الأمر وإليك الأمر، أمرك بين الكاف والنون. إن أردت أن تقول للشيء كن فيكون، فكلنا يا إلهي من على أرضك زائلون وإلى لقائك راجعون. صدقت القول في خواتيم قصص الكتاب كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يا إلهي ملكت الأنفس بيديك وإليك الأمر وكل شيء إليك، فناديت قائلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يا إلهي أنت الله لا إله سواك، أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على النبي المستنير والسراج المنير، النبي العلامة والنبي الذي علم المتعلمين، كان أميا وعلمه رب العالمين، فعلم أمة الإسلام خير تعليم وأعطاها درسا وأفضل منهاج، وهو منهاج سنة الحبيب. صلوا عليه فشمسه وضاءة لا تغيب، إذا أصابك ألم فأكثر من الصلاة على رسول الله تشفى بأمر الله الرقيب. سيدي يا رسول الله، لست مادحك بكلامي ولكن أمدح كلامي بالصلاة عليك، فالصلاة عليك نور وهداية، والصلاة عليك شفاعة ونجاة، فأنت سيدي يا رسول الله، من صلى عليك صلى عليه الله. سيدي يا رسول الله، عظمت الأشياء والأمجاد وأنت العظيم من رب العباد، ناداك قائلا وإنك لعلى خلق عظيم. جمع الطيب الكريم مواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية والتي تقام تكريما للأم الغالية، والتي جئنا مشاركين فيها عائلات العيايد الأكرمين أصحاب الواجب في كل مكان، حج أحمد أبو عيد، الأستاذ السيد أبو عيد، مهندس عبد الحميد أبو عيد، شاكرا للأستاذ الدكتور محمد بك عبد التواب نائب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية الأسبق، وشاكرا للعمدة الحج فؤاد عطوة عمدة الشبانات، وشاكرا لكل أعلام الواجب جميعا، السيد المستشار فهد بك عماد، وشاكرا لرجل الأعمال ورجل الواجب الحج أحمد عبد الرحمن قراش، وشاكرا لكل أصحاب الواجب جميعا أستاذ هاني حشمت، وشاكرا أيضا للأستاذ حاتم سعيد نجم رجل الواجب، وإلى المحاسب عمرو بك عيسوي، وإلى كل من جاء ليقدم واجب العزاء مشاركة للعائلة الكريمة، وبرقية عزاء من عمدة نواب جمهورية مصر العربية النائب الدكتور محمد الصالحي رجل الواجب في كل مكان. لا صوت يعلو فوق صوت القرآن، لأن كل شيء في الدنيا له حد إلا حلاوة القرآن ليس لها حد. روعة التلاوة ودقة الآداء وجمال في الصوت يصاعد إلى السماء. قارئ أحب عباد الله فأحبوه،
وتواضع لهم فرفعوه وفي قلوبهم أسكنوه ولسماع القرآن بصوته العذب عشقوا أن يسمعوه. فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد شوقي عبد الصمد القارئ والمقيم بميت ربيعة منيا القمح شرقية، أدعوه الآن إلى منصة تلاوة. يا قارئنا العلم شوقنا لسماعك يزيد، وأنت قارئ متقن ومجيد، ومن حظنا الليلة أنك قارئ لليلة تكريم فقيدة آل عيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء
والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله خالق كل شيء. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. بل
بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يا رب ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور خش يا علي ربنا يبارك فيك. عليك يا ستة الصبح يا ابن ستة. ونفخ في الصور فصعق ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون
ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم صدق تلاوة قرآنية لفضيلة القارئ العلم الشيخ محمد شوقي عبد الصمد القارئ والمقيم بميت ربيعة من القمع الشوقية، شاكرا لعمدة نواب جمهورية مصر العربية السيد النائب الدكتور محمد الصالحي كبير نواب جمهورية مصر العربية وصاحب الواجب، شاكرا لصقر النواب النائب مجدي بك عاشور رجل الواجب في كل مكان، شاكرا للأستاذ الدكتور محمد بك عبد التواب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية، وشاكرا للأستاذ أحمد عسلة مدير تحرير إدارة الجمهورية بالشرقية، وشاكرا للسيد المحاسب عمرو بك عيسوي، شاكرا للحج محمود العمدة، وشاكرا للحج أحمد عبد الرحمن قاروش رجل الواجب ورجل الأعمال مستشار فهد بك عماد، وشاكرا أيضا للأستاذ رضا عطية ولكل أعلام الواجب جميعا، العمدة فؤاد عطوة وعمدة الشبانات وكل أعلام الواجب جميعا الذين جاءوا وقدموا واجب العزاء في ليلة تكريم الأم والجدة الغالية، المهندس أمير عيد الشبكي القائم على هذه الليلة القرآنية، فراشة والإنارة والهندسة الإذاعية، ورمات الفندقية المتعاطف أبو سماح العسلوجي، هندسة تصوير الهواء المهندس أشرف المهداوي، وشاكرا لكل أصحاب الواجب جميعا في هذه الليلة القرآنية. شاكرا للحاج وائل حشمة علم الواجب ولكل أعلام الواجب جميعا، حاج حمادة الشتري وكل أصحاب الواجب جميعا. جمعنا الطيب الكريم مسك الختام
فضيلة العالم القرآني الإذاعي الدكتور أحمد أبو شرف مع مسك ختام هذه الليلة القرآنية.